ما فيك تروح تجيب وصفة مخمرة من كتاب او من دولة باردة وتطبقها بدولة حارة او العكس صحيح. عم بحكي كل الوصفات المخمرة شو ما كانت الوصفة، طالما نحن بدنا تماسك ممتاز وعملية تخمير صحيحة. لأنه الموضوع ما له علاقة بس إنه خفف خميرة أو زيد خميرة، الموضوع له علاقة بالوسط الحمضي لعملية العجن يلي بيتأثر بأي مكونات فيها وسط حمضي مرتفع. بذكرك الدقيق بالمناطق الحارة أو بالطقس الصيفي، قبل ما تقلي إنه أنا والله مثبت الحرارات بالمخبز عندي وعم بشتغل على حرارات مثالية، الموضوع له علاقة بالدقيق قبل ما يوصل لعندك الطحين، الموضوع له علاقة بالمي قبل ما تفوت لعندك على البراد او على التبريد. فلذلك لانه حيصير فيه نشاط بكتيري مرتفع، حتستفيد البكتيريا الموجودة اصلا على الدقيق يلي بذكرك نحن لما نحضر خمير طبيعي نحن بنزيد مي بس وبنترك البكتيريا لوحدها هي بتخمر العجين. هيدي البكتيريا اللي استفادت من الرطوبة العالية بالخمير الطبيعي، صحيح نسبة الرطوبة نحن ما بنلاحظها ولكنها لا تقل عن 7 إلى 14% بالدقيق غالبا، بتستفيد رغم نشاطها البطيء ولكنها بالحرارات المثالية بالطقس الصيفي والمناطق الحارة فبتعمل نشاط بكتيري عالي بقلب الدقيق، بيرتفع الوسط الحمضي، بيصير البي اتش مرتفع. وانا ذكرت لكم انه عملية العجن المثالية ما فينا نعجن باوساط حمضية منخفضة كتير ونضيف مكونات حمضية منخفضة كتير عن بي اتش عن نزولا عن الستة. نعم لاحقا بعد ما نعجن ونحصل على التماسك الممتاز ونأمن انه انفرز البروتين بشكل سليم وجيد، عملية التخمير ببدايتها هي لوحدها بتعزز التماسك ما في مشكلة. ولكن عشان هيك نصحناكم بفيديو سابق اضافة اي عجينة بايتة او اي شغلات فيها مكونات بكره بتتعرفوا على كتير مكونات الوسط الحمضي فيها منخفض مرتفع البي اتش منخفض يعني يفضل تأخيرها. ممكن احيانا نضطر الخميرة نفسها اللي هي ممكن تلعب بالبي اتش نأخر إضافتها أو أي عجين بايت. الخلاصة الدقيق بيكون أصلا هو بتتخيله كأنه مخمر ربع تخمير أو نص تخمير حسب سوء الوضع. إذا أنت اجيت حطيت اولا النشا حيكون تضرر، ما حيقبل نفس كمية المي اللي كان يقبلها بالشتاء. ثانيا الدقيق اصبح الوسط الحمضي مرتفع، شوية خميرة مع شوية تخمير حيبلش يوصل للحد الاقصى لقدرته على تحمل التخمير. ونحن ذكرنا اذا انهار التماسك بسبب عملية التخمير الزايدة يلي بده يصير انه دور البروتين او الجلوتين انه يحافظ على الرطوبة والغازات بقلب المنتج بس يفوت على الفرن بالحد الادنى ليكون النشا اللي هو 70 ل 80% من نفس حبة الدقيق هو المكون الرئيسي يلي. ولكن مشكلته النشا ما بيفتح السلاسل الكربونية يلي بتحبس رطوبة وتجلتنا وبتسكر عليها وتعطيك شكل المنتج، ما بتبلش تشتغل الا حرارات فوق 60 درجة. اذا كان البروتين او الجلوتين تخمر او الوسط الحمضي صار مرتفع فيه غير من طبيعته او وصارت قدرته اللاصقة أضعف وكميته أقل، بده يفوت المنتج عندك ما حيصبر، هو عم يحبس الغازات ليكون النشا حصل الحرارة يلي بده يصير إنه سريعا حينهار، حينفس لك جزء كبير من الرطوبة والغازات لبرا ليكون النشا حصل الحرارة المطلوبة وبيكون خسر المنتج جزء كبير من الرطوبة. حسب سوء الوضع ممكن يطلع عندك المنتج بالبداية مقبول شوي شوي بينشفوا بيه بس بعد ساعة ساعتين، أو ممكن يطلع سيء مباشرة حسب سوء الوضع. أنا خباز ال99، ما تنسوا المتابعة والإعجاب ومشاركة الفيديو. بدكم شيء يا جماعة؟ حدا عنده أي سؤال قبل ما أسكر؟